السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كاع تكونوا ملاح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم كوكيز بصح بطريقه مختلفه. هاد الوصفه ديتها من عند الكوريين، بتجي بزاف بنينه. تبعوا الوصفه بالتدقيق. عندي هنا 320 غرام تاع الفارينه. لاستيوس تاعهم باش يخرج الكوكيز بنين لازم تحمصي شويه الفارينه. انا حطيتها تتحمص شويه، ماشي حتى تولي حمراء، مي لازم نحمصوها كي شغل تنشفوها. وهنا عندي 200 غرام تاع المارغرين و200 غرام تاع السكر. هو في الكوكيز السكر لا عندكم البني من الاحسن، بصح ولا ما عندكمش ديروا هذاك الابيض. الطريقه الاولى كما قلت لكم، المارغرين تكون بدرجه حراره الغرفه، نحكموها هكا بسباتو، تقعدي تواسي فيها هكا تلبسيها. ولا ما حبيتيش تعبي روحك ديريها بالباتور، مي من الاحسن هي الوصفه جات هكايا. فوالا نوسوها هكا مليح، ومن بعد نزيدوا لها هذاك السكر كما قلت لكم. لا عندكم البني من الاحسن باش يخرج لكم بنين. نفس الكميه تاع المارغرين هي نفسها تاع السكر. دوكا هنا نبدا نزيد في البيض. نزيدوا البيض غير بالحبه، والبيض لازم يكون بدرجه حراره الغرفه. نخلطوهم مليح كيما راكم تشوفوا في الفيديو. نسحقوا في هذا الكوكيز 2 حبات تاع البيض. هنا زدت الحبه الثانيه ونخلطوها بنفس الطريقه. هنا ندير قرصه تاع الملح باش بيان سور نعدلوا الذوق تاع الكوكيز تاعنا، ونزيدو مغرفه كبيره تاع لافاني. لا عندك لافاني سائله من الاحسن، ولا ما عندكش ديري بودر كيما انايا. نخلطوهم كامل هكايا، ودوك نروحوا للمكونات الجافه. بالنسبه للمكونات الجافه، هذيك الفارينه تشوفوا كيفاش حمصتها، تحمصوها غير خفيف هكايا، ماشي حتى تولي لكم حمراء. دوك هنا انايا غربلتها. واش ندير لها؟ ندير لها بيكربونات الصوديوم، نديرو على راس المغرفه، يعني نص مغرفه تاع القهوه راكو تشوفوا، نص مغرفه. ونزيدو نص مغرفه تاع خميره تاع الحلوه. فوالا نص مغرفه صغيره برك. كيما شفتوا دوك نخلطوهم مليح هاد المكونات الجافه، ونجو نخلطوهم مع الخليط الاول. الفارينه لازم نغربلوها. كيما راكم تشوفوا انا درت كاع هذيك الفارينه في هذاك الخليط، يعني ما خلطتش غير بشويه. دوك ندخل هذاك المكونات الاولى مع الفارينه حتى تولي عندنا اون بات تكون تتلاسى. بالنسبه للشوكولا انا استعملت 2 انواع تاع الشوكولا. استعملت هذيك تاع لي بواط، كنت قطعتها قطع صغيره. واستعملت هذوك لي بيبي تاع الشوكولا. تقدروا تستعملوا شوكولا بيضاء، تقدروا تستعملوا الزبيب، واش حبيتوا ديروا في لي كوكيز. هما اصلا معروفين بالشوكولا، انا درت هكا 2 انواع. لا ما تحبيش بزاف الشوكولا تقدري ديري نوع واحد، ولا ديري كيما قلت لك الزبيب ولا لي فخوي ساك، واش حبيتي ديري. فوالا وهاو الكوكيز تاعنا، لاباط تاعنا واجده. دوك هنا نحطها في الفريجيدار لمده نص ساعه ونبدا نخدم فيها.
بعد ما جازت نص ساعه نخرج لاباط تاعي، نبدا نديرها بهذيك تاع لا كريم كيما راكم تشوفوا، ولا ديروها بالمغرفه كيما حبيتوا. المهم نديروهم دوائر هكايا ونبعدوهم يعني وحده ماشي قدام الاخرى باش كي يهبطوا لنا ما يتلاصقوش. والفرن ديالي كنت شعلته على 190 درجه، غير يسخن نقص له حتى ل 160 درجه. لي كوكيز تاعنا ما يطولوش في الطياب، غير تشوفوهم تحمروا من تحت يكونوا هبطوا. شعلوا لهم من الفوق باش يتحمروا من الفوق شويه ويكونوا واجدين عندكم. يدوا لكم في الطياب واحد 15 دقيقه، وكل وحده والفرن تاعها. فوالا كيما راكم تشوفوا راني ستفتهم، شوفوا كل وحده راهي بعيده على اختها باش ما يتلاصقوناش. وهنا كيما راكم تشوفوا راهم طابوا لنا، شاهدكم ان شاء الله في الجنه. كي تخرجوهم من الفرن ما توشيوهمش حتى يبردوا مليح مليح. شوفوا كيفاش خرجوا ما شاء الله. تحبوا تصغروا الحبه، تحبوا ديروها كيما انا درتها كبيره، جاو الله يبارك يشهيو. شاهدكم في الجنه ان شاء الله حباباتي. شوفوا كي قسمتها لكم، من الداخل جات معلكه ومن البرا جات مقرمشه. نتمنى كاع تجربوهم، وما تنساوش تابونيو في لاشين وديروا جيم وبارطاج.